مساء الخير على حضراتكم. أهلا بكل متابعيني الكرام في كل مكان. بصراحة وصفتنا النهاردة مميزة وجميلة جدا، وكمان سهلة واقتصادية بدون أي لحوم هنقدر إن احنا نوفر بيها في الميزانية. الكريب معانا بشكل وطعم جديد بمذاق مختلف تماما بحشوة مميزة، إن شاء الله هتعجب حضراتكم. وصفة جميلة ومميزة جدا، وكمان هتعجب أولادنا قوي. سهلة تقدري تعمليها في أي وقت وبمكونات بسيطة جدا. لنا عندنا بطاطس في البيت، عايزة منك بس بطاطستين وتعالي اعملي معايا الوصفة الجامدة دي، هتعجبك جدا جدا. يعني من الآخر قرمشة وطراوة في نفس الوقت. ما تنسينيش لايك واشتراك وتعليق حلو منك، ويلا بينا نبدأ انترو. ورجعنا بعد الفاصل. هنبتدي كده اول حاجة ان احنا نسلق البطاطس بتاعتنا بالطريقة المعتادة، وانا هنا استخدمت البطاطس بتاعت الطبيخ، فادتني جدا في الوصفة وادتني طعم مميز ليها قوي. في السوق بيكون في البطاطس الصغيرة دي بتكون حلوة قوي في السليق، تمام، ما بتاخدش كمان معاكي وقت وبتنجز معاكي يعني. نبتدي كده نجيبها ونغسلها كويس جدا من الطبقة اللي عليها، تمام، وابتدي اني اقشرها وننزل بيها في مية السلق مع اضافة شوية كده من الملح. استوت معانا كده كويس جدا، لازم نتأكد ان سواها بقى مظبوط، يعني عايزاها لما تتهرس معايا تبقى بيوريه خالص وناعمة جدا عشان تتجانس المكونات مع بعضها. هرسناها كده كويس جدا بالشكل الناعم دوت. تعالوا بينا بقى نكمل باقي الحشوة بتاعتنا بطريقة سهلة ولذيذة في نفس الوقت. جبنا كده الحلة معانا اللي هنستخدمها، واضفت فيها شوية من الزيت ونزلت عليها بمقدار بصلاية واحدة فقط متقطعة تقطيعة صغيرة، تمام، عشان انا مش عايزة البصلة تبقى باينة قوي في الطعم كده وانتي بتاكلي الكريب. وبالنسبة للبهارات المستخدمة هضيفها على خلطة اللي موجودة على النار، وكمان هضيف منها على البطاطس المهروسة اللي عندي، يعني تقريبا من كل بهار ربع معلقة. هنستخدم ربع معلقة من الفلفل الأسود، وكمان بابريكا وكركم ومكعب من المرق هيتقسم بين الخلطة اللي على النار وكمان البطاطس. نزلنا كده أول حاجة على البصل بتاعنا عشان ندبله، وهو شوية من الفلفل الأسود وكمان على البطاطس اللي عندي. ونبتدي برضو كده نحط نص مكعب المرقة على البطاطس وكمان على البصل، تمام زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي انزل بالمكون التاني وهو الفلفل الاخضر اللي عندي، سواء عندك فلفل الوان بقى اخضر اصفر، الالوان والحركات دي بتفرق قوي في الطعم طبعا، بس اللي كان متوفر عندي هنا شويه فلفل اخضر ومنهم حبه كده اتحمروا. نزلنا كمان بشويه من البابريكا على الخلطتين اللي عندي، وكمان شويه من الكركم. طبعا الكركم فوائده جميلة جدا وبحب طعمه قوي في الاكل، يعني بجد طعم كل البهارات مع بعضها كانت عاملة ميكس رهيب، تمام. المكون اللي اضفته تاني وده اختياري، حابة تضيفيه او لا، انا هنا كان عندي كده تقريبا معلقة من البسطرمة، تمام، نزلت بيها هنا كده، قلت ايه استخدمها في الوصفة الجامدة دي، تمام كده. الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة خلاص. نخلط المكونات مع بعض كويس جدا، يعني بس استخدمت بصلاية وكمان الفلفل وشوية من البسطرمة، ودي زي ما قلت لحضراتكم دي اختياري، تمام. خلطنا كده المكونات مع بعض، وابتدي انزل باي نوع جبن عندك تقدري تستخدميه في الوصفة دي. نسيب بقى كده الخلطة بتاعتنا على جنب تبرد كده وتستهدى، وندخل بعد كده على الكريب بتاعنا. هنشوف هنعمله بطريقة برضو حلوة وجميلة جدا ومش هياخد معاكي وقت، تمام. عندي هنا كده مقدار من 3 كوبايات من الدقيق، وكمان عليهم رشة من السكر ورشة من الملح وبيضاية واحدة، تمام. زي ما احنا شايفين المكونات برضو سهلة وبسيطة وجميلة جدا معانا، تمام. طبعا كمية المية هنا المستخدمة طبعا تقدري تستخدمي مية او حليب. كمية السوائل هنا حسب الدقيق اللي عندك.
فمش هقدر اديكي نسبة معينة للمية اللي تستخدميها، لان ده بيختلف من دقيق للتاني. فانا كده ظبطت الدقيق بتاعي وظبطت الخلطة على حسب كثافة الدقيق عندي. طبعا انا هنا زودت كمان شوية من اللبن. خلطناهم مع بعض كويس جدا لحد ما تجانسوا، وفي الاخر خالص بعد ما نخلص التجانس للعجينة بتاعتنا ننزل بمقدار ربع كوباية من الزيت، ونخلطهم برضو مع بعض كويس جدا جدا. ويعني ممكن نسيب بس العجينة ممكن ربع ساعة نص ساعة تتجانس بس كده مع بعضها، وهتحسي كمان ان هي تقلت شوية. القوام هنا عندي اخف شوية من قوام الكيك، تمام؟ يعني ما يبقاش تقيل قوي ولا يبقى خفيف مية، يعني يبقى في الوسط كده. عجينة الكريب ارتاحت معايا وخلاص زي الفل، تمام. هبتدي اجيب بقى الصينيه اللي هستخدمها، واحط فيها مسحه بسيطه خالص خالص من الزيت. طبعا الافضل انك تستخدمي يعني حاجه كده تكون غير لاصقه. التيفال طبعا احسن حاجه، ان هو ما يخليش الحاجه تلزق معاكي ولا تقطع ولا حاجه خالص. زي ما احنا شايفين انا بعمل كده بايدي، يعني من سهولتها بستخدم ايدي كده في ان انا اقلب العجينه. زي ما احنا شايفين طبعا انا بخلص الكمية وفي منتهى الطراوة واللون جميل جدا، يا دوبك بس ان هي تسيب الجناب بتاعة الصينية، وابتدي اني اقلبها الناحية التانية وتاخد برضو معايا اللون الحلو. زي ما احنا شايفين كده الخلطة بتاعتنا خلاص بقت جاهزة وتجانست مع بعضها. انا هنا طبعا حاطه لها جبنة رومي بقى، شيدر، موتزاريلا، زي ما انت عايزة المتوفر عندك تقدري تحطيه. وكمان ممكن جدا نحط لها مكعبين من الجبنة المثلث، اي نوع جبنة تقدري تحطيه، او حتى لو جبنة كريمي اللي متوفر، تمام. ظبطنا كده خلاص الخلطة بتاعتنا. كده خلاص كل حاجة جاهزة عندنا، الكريب جاهز وكمان الحشوة بردت وزي الفل، تمام. هنبتدي بقى كده نطبق المقادير بتاعتنا. طبعا كل حاجة عندنا جاهزة ومستوية، يعني بس محتاجة كده القرمشة اللي نضيفها للساندوتش بتاعنا، ويبقى كده بألف هنا وشفا. ظبطنا كده خلاص الحشوة بتاعتنا. نحطها كده طبعا في كل مثلا واحد كريب نحط مثلا معلقتين من الحشوة الجميلة دي. ولو حابة انك تضيفي شوية كده زيادة من الجبنة الموتزاريلا حط. طبعا كل ما بتزودي جبن طبعا مع اضافة الحشوة بتديكي نتيجة حلوة جدا للوصفة بتاعتك. هنبتدي بعد كده ان احنا بقى نعمل الكريب بتاعنا على انه ورق عنب. هنحط كده الخلطة بتاعتنا في الربع الاولاني من الكريب، وابتدي اقفل عليه واجي بقى كده قافله يمين وشمال واديله الرول بتاعه، هيبقى كده اتقفل ومحكم كويس جدا. وبصراحة كمان الكريب زي ما حضراتكم شايفين طري جدا وهش كده معايا وما بيتقطعش ولا اي حاجة خالص. حاجة كده في منتهى الجمال، وكمان لونه حلو جدا وسواه مظبوط. خلصت كده الكمية كلها زي ما حضراتكم شايفين، طلعت بصراحة بسم الله ما شاء الله كمية حلوة جدا وعجبت الأولاد قوي وبقوا فرحانين بيها. طريقة مختلفة كده للكريب، مش قالين بطاطس بقى وزيت بقى وميزانية والكلام ده كله، لا 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 خالص. احنا سالقين البطاطس بتاعتنا ووجبة كده تعتبر هيلسي وجميلة وحاجة كده خفيفة على معدتنا وكمان خفيفة على الجيب. نيجي بقى كده للخطوة الأخيرة بتاعتنا، وهي طبعا إن احنا ندي بقى الكريب بتاعنا التحميصة الحلوة. بس مش هنعملها كده والسلام، لا 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 خالص. احنا هنعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. جهزت هنا كده معايا شوية من البقسماط، واستخدمت المية عشان تمسك البقسماط بتاعي على الكريب. ممكن طبعا تستخدمي بيض، تستخدمي لبن، زي ما انت عايزه، بس انا قلت اوفر في الخطوه دي وان انا استخدم ميه، ما هي نفس النتيجه. فانا اعمل ايه بقى؟ استخدم الحاجه الاوفر لي. فاستخدمت كده الميه زي ما احنا شايفين، مسحه بسيطه من الجنب ده والجنب ده، وابتدي انزل بيها على البقسماط بتاعي، ومسكت زي ما احنا شايفين كده، يعني حاجه زي العسل. واكون كمان مجهزه عندي الصينيه اللي هحمر فيها الكريب بتاعي، وضفت فيها
قطعة من الزبدة بتطعم معايا الكريب وتخليه طعمه حلو جدا، وكمان شوية من الزيت عشان ما تحرقش معايا الزبدة. نكرر كده الخطوات دي ورا بعض، المية والبقسماط على طول. وممكن طبعا تستخدمي الكريسبي بتاع الكنتاكي بس بعد ما تفرميه في المطحنة، بعد ما يطحن الاول في مطحنة الخلاط تقدري تستخدميه في الوصفة. فانا طبعا اللي كان متوفر عندي دلوقتي البقسماط، طبعا ما حطيتلوش اي بهارات ولا اي حاجه، انا بس محتاجه قرمشه، لكن الكريب مش محتاج عندي اي بهارات ولا اي حاجه خالص. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، خلاص انا جهزت الكميه اللي عندي كلها، وكانت كمان الزبده ساحت مع الزيت، وابتدي انزل بيهم. واهم خطوه كمان ان الكريب عندي لما يتحمر ما افضلش اقلبه كده يمين وشمال وشمال ويمين، يعني هيفك معانا ويبقى مش ظريف خالص. فالاحسن انك تسيبيه خالص لحد ما ياخد معاكي الوش الذهبي الجميل زي درجه التحمير بقى اللي انت حباها. زي ما احنا شايفين كده، ما قلبتهوش خالص، انا حباه اللون الخفيف. تمام. طبعا هنا التصوير كده معايا مغمق الحاجه شويه، لكن هي مظبوطه جدا. وطبعا حسب افراد اسرتك، في اللي بيحبها محمره شويه، خفيفه شويه، يعني حسب الطلب. وبكده وصفتنا خلصت معانا، يا رب تكون وصفتنا النهارده عجبت حضراتكم. وبناء على رغبة حبايبنا اللي بيتابعونا، هحط لكم في شاشة النهاية 2 فيديو من اختياركم. يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. وكمان في صندوق الوصف هنزل لكم رابط فيديو مميز على قناتي، وكمان هنزل لكم الطريقة والمقادير لفيديو النهاردة بطريقة تفصيلية. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.